شموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامجكم برنامج المسابقات الرمضانية تحت مسمى صحابيات، وباسمي وباسمكم أرحب بمن اصطحبني وبمن يصطحبني في هذه الحلقة، حبيبنا الغالي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أنس. أرحب وأجدد الترحيب بكم أيها السادة المشاهدون في كل مكان مع آخر حلقاتنا في هذا البرنامج المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. نذكر بطريقة سير البرنامج، وهي أننا سنتحدث عن صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن يتسنى لكم معرفة هذه الصحابية شرفونا بسماع أصواتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. ونذكر أيضا أن السحب سيكون على مبلغ $100 يوميا وعن طريق الاتصالات فقط. طيب دعنا عبد الرحمن على طول ندخل في الصحابية. آخر حلقة ودنا نستقبل عدد مهول صراحة من الاتصالات بإذن الله. طيب صحابيتنا لهذه اليوم هي صحابية وشاعرة. جميل. صحابية وشاعرة أدركت الجاهلية والإسلام وأسلمت واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية الذين قتلا في الجاهلية. يعني اشتهرت هي في رثاء صخر ومعاوية الذين قتلا في الجاهلية. نعم. وأشهر ما اشتهر عنها هي رثاءها لأخيها صخر، وإن كانت قد رثت معاوية، لكن ما اشتهر عن صخر كانت قصائد جزلة وجمة وكبيرة، ومنها ما قالت فيه: قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، تبكي فلان على صخر وحق لها إذ رابها الدهر، إن الدهر ذرار. قالت: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتو لنحار، وإن صخرا تأتم الهداة به. جميل. كأنه علم في رأسه. نعم صدقت. وصلت الإجابة. الأبيات أشهر من نار على علم وطار. بلغت المتابعين. نستقبل أول اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. اسمك كريم. معك عبد الله من اسطنبول. حياك الله يا عبد الله، تفضل. عرفت الإجابة؟ ايه ان شاء الله انها تماظر بنت الحارث. تماظر بنت الحارث. شكرا لك يا عبد الله، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. طيب. طبعا هي لها اسم ولها لقب، الإجابة بكلتيهما لا بأس بها. إيه. طيب صوت آخر. ألو، السلام عليكم. ثاني متصل. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا وسهلا. نادية نقاش من الرياض. أنعم وأكرم. حياك الله يا نادية نقاش. عرفتي الإجابة؟ الله يرضى عليك. الإجابة الخنساء، الشاعرة الخنساء أخت صخر. شاكرين لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الاسم كريم. وليد بيان من الرياض. حياك الله يا وليد. عرفت الإجابة؟ اي نعم، تضامر بنت الحارث. تماظر بنت الحارث. شكرا لك يا وليد أو الوليد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وصوت آخر. ألو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. حياك الله. الاسم الكريم، من تكلمنا؟ اسم الكريم سعيد جبرتي. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا عم سعيد. عرفت الإجابة؟ ايوه، الخنساء. الخنساء. عم سعيد من اسطنبول، شكرا لك، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. اسمعونا من التليفون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، من معي؟ صديق البرنامج ياسر محمد. أهلا 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 يا ياسر، كيف حالك؟ بيوحشونا والله. اي والله. الخنساء. الخزاء. شكرا يا صديق البرنامج ياسر،
ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن صديق البرنامج إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ ملك سعيد من اسطنبول. ملك سعيد من اسطنبول، أهلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ اي نعم، الشعر الخنساء. الخنساء، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومن اسطنبول إلى أين؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، الاسم الكريم. معاك أبو ريتاج من اسطنبول. حياك الله أبو ريتاج. إيش؟ مع منصور زينو. منصور زينو. حياك الله أبو ريتاج، منصور زينو من اسطنبول، لازلنا فيها. الإجابة يا منصور؟ الإجابة الخنساء. خنساء رضي الله عنها. شكرا لك. الخنساء الشاعرة. إيه نعم. شكرا لك يا منصور يا أبو ريتاج، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن الأراضي الاسطنبولية إلى أين؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من تكلمنا؟ الله يحييك. مها مصطفى من أثيوبيا. مها مصطفى من اثيوبيا، يا مرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ مرحبا. الخنساء تماضر بنت عمرو. الخنساء، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. من اسطنبول إلى اثيوبيا أبو ليلى. ما شاء الله. إلى أين الآن؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، اسم كريم. هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض، هل تعرفتي على الإجابة يا هالة؟ الخنساء. الخنساء، شكرا يا هالة، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. سافرنا إلى نجد يعني. الله. ومن الأراضي السعودية إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ محمد بيان من الرياض. محمد بيان من الرياض، أهلا وسهلا يا محمد. عرفت الإجابة؟ إي نعم، الخنساء. الخنساء، شكرا لاتصالك حبيبنا محمد ويحالفك الحظ إن شاء الله. طيب نذكر السادة المشاهدون الفائزون معنا في الحلقات الماضية أن يتواصلوا على رقم القناة عشان يعني نسلمكم الجوائز ونفرح بكم، وكذلك اللي بيفوز أو التي ستفوز معنا لهذا اليوم. ونذكر أن التواصل يكون عبر الأرقام أيضا الظاهرة أمامكم في الشاشة. صراحة عبد الرحمن والله أنا حزين اليوم. ليش؟ حزين لأنها حلقة وداع. نعم. والله يا أخي ما ودنا نودع المشاهدين الكرام في هذا البرنامج ولا نطيق وداعهم صراحة يعني. أي نعم. صراحة كان برنامج مثمر، يعني كان في أصدقاء برنامج بيوحشونا. نعم. بيوحشونا جدا. أصدقاء البرنامج والمتصلين أيضا، يعني كل يوم قاعدين نسمع أصوات جديدة ومتصلين من شتى بقاع الأرض. نعم. طيب لعلنا ناخذ اتصال عبد الرحمن. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ زينب صالح من جدة. زينب صالح من جدة، أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا زينب؟ الإجابة الخنساء. الخنساء. تماضر بنت الحارث. الخنساء، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. احنا لعلنا يا نكتفي باللقب أو بالاسم، وكلاهما صحيح. نعم. متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو. هذه أمل عبد القادر ولا تولين ولا؟ يظهر لنا أيوب وسمعت أنا. ألو. ألو تسمعني؟ سمعت؟ أيوب صالح. أيوب صالح. أيوب صالح من الرياض. أيوب صالح من الرياض، يا هلا. الإجابة يا أيوب؟ الخنساء. شكرا يا أيوب، وصلتنا إجابتك ووصلنا اسمك، وتدخل معنا في السحب ويحالفك الحظ بإذن الله. وصوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تولين. تولين أحمد من الرياض، أهلا وسهلا يا تولين.
ايش الإجابة يا تولين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك وتدخلين معنا في السحب وإن شاء الله والله ودنا نفوز آخر يوم. والله تولين من أصدقاء البرنامج اللي ما فازوا صراحة. متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الاسم الكريم؟ عايشة برهان من اسطنبول. عائشة برهان من اسطنبول، يا أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا عائشة؟ اي نعم، الشاعر الخنساء. الشاعر الخنساء. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من تكلمونه؟ أهلا، جميلة سعيد من النرويج. يا مرحبا، حياكم الله وأهلا وسهلا. عرفتم الإجابة؟ أيوه، الخنساء، الشاعرة الخنساء. الشاعرة الخنساء. شكرا لاتصالكم وبإذن الله الفرحة من نصيبكم. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. معكم رحمة حسين من السودان. أهلا وسهلا يا رحمة. عرفت الإجابة؟ الإجابة الخنساء. الخنساء رضي الله عنها. شكرا جزيلا لاتصالكم ويحالكم الحظ معنا بإذن الله. مستعجلة رحمة الله. أي نعم. من الأراضي السودانية إلى أراضي أخرى. ألو السلام عليكم. ألو. أهلا ومرحبا. اسمك كريم، من وين تكلمنا؟ ريان محمد عبد الله من اسطنبول. ريان محمد عبد الله من اسطنبول، يا مرحبا، حياك الله يا ريان. عرفت الإجابة؟ والله اي نعم، الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالك يا ريان ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن محمد عبده من الرياض. عبد الرحمن محمد عبده من الرياض. حياك الله يا عبد الرحمن. عرفت الإجابة؟ الإجابة طال عمرك تفضل. الخنساء. الخنساء. شكرا لك، الله يطول بعمرك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم، من تكلمونه؟ ليان عثمان من الرياض. ليان عثمان من الرياض. أهلا وسهلا يا ليان. عرفت الإجابة؟ نعم، الشاعرة أخت صخر. الشاعرة الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. الخنساء. أهلا وسهلا. الإجابة الخنساء. طيب واسمك؟ محمد جعفر. معليش الاسم مرة ثانية. السلام عليكم. محمد أحمد. محمد أحمد. الاسم محمد أحمد صحيح؟ من وين يا محمد؟ من اسطنبول. من اسطنبول. شكرا لك يا محمد وصلتنا إجابتك وتدخل معنا السحب ويحالفك الحظ إن شاء الله اليوم. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأهلا وسهلا. اسمك الكريم ومن تكلمنا؟ معك أسامة إدريس من السودان. أسامة إدريس من السودان. حياك الله يا أسامة. عرفت الإجابة؟ الله
الله يحييك. اي نعم الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالك أسامة حبيبنا من السودان، ويحالفك الحظ إن شاء الله. سمعنا الكارم، فاصل قصير ونعاود الاتصال بكم، كونوا على مقروبة. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة. مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكركم بأننا لازلنا في صدد استقبال اتصالاتكم وأجوبتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي، وهذا هو اليوم الأخير. نعم عبد الرحمن. جميل. هناك مثل مشهور يا أنس
يردده العامة ويردده كثير من الناس، وهو علم في رأسه نار. أي. ونذكر هنا أن هذه الصحابية هي صاحبة هذا المثل، هي أول من نطقته، وكان في قصيدة ذكرناها في بداية الحلقة قالت فيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. في رأسه نار. تفضل. نعم، نستقبل اتصال، نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من يتكلمون؟ فوزية سعيد من الرياض. فوزية سعيد من الرياض، أهلا ومرحبا أختنا فوزية. عرفت الإجابة؟ الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معكم خضرة صالح من السودان. خضرة صالح من السودان، أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة؟ الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لكم أهل السودان ويحالفكم الحظ بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. اسم الكريم، من يتكلمونه؟ حنان محمد من الرياض. حنان محمد من الرياض، يا مرحبا. عرفت الإجابة يا حنان؟ إيه، الشاعرة الخنساء أخت صخر. الشاعرة الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ مروة سعيد صالح من السودان. أهلا وسهلا بكم يا مروة. عرفت الإجابة؟ الله يديك العافية. نعم، الشاعرة الخنساء. الشاعرة الخنساء. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر وجديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من يتكلمون؟ خديجة نجاش من الرياض. أنعم وأكرم، حياك الله يا خديجة. عرفت الإجابة؟ نعم، الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ ريهام حجي. إلهام؟ ريهام ريهام حجي. أهلا وسهلا يا ريهام. هل تعرفت على الإجابة؟ نعم. تفضلي. الشاعر الخنساء. الشاعر الخنساء. من تكلمين يا أستاذ ريهام؟ النرويج. من النرويج. أهلا وسهلا بكم وتدخلون السحب ويحالفكم الحظ. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم، من يتكلمونه؟ ميمونة بيان من السعودية. أنا أكرم يا ميمونة، حياك الله. عرفت الإجابة؟ يا هلا فيك. الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ مها محمد من السودان. مها محمد من السودان، يا هلا ومرحبا. عرفت الإجابة؟ إيش في؟ علق. ألو معنا يا مها؟ ألو. تفضلي الإجابة. أيوة معكم. مها محمد من الخنساء. الخنساء. شكرا يا مها ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عاطف جاسم. عاطف جاسر من السودان، صحيح؟ ايوه. تفضل اعطينا الاجابه. الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ ان شاء الله حبيبنا. عاطف صديقنا عاد. متصل اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا. الاسم الكريم؟
حياة سعيد من السودان. حياة سعيد من السودان، يا أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ نعم. تفضلي. الشاعر الخنساء رضي الله عنها. الشاعرة الخنساء رضي الله عنها. شكرا لهذه الإجابة ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من تكلمنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ساري ابو بلال من اسطنبول. ساري أبو بلال من اسطنبول، يا مرحبا يا ساري. عرفت الإجابة؟ الله يسعدك يا رب. الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. الاسم الكريم. فيك. زمزم عبد الواسع من إثيوبيا. زمزم عبد الواسع من إثيوبيا، أهلا وسهلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا زمزم؟ زمزم عبد الواسع من إثيوبيا. وصلت الإجابة. الإجابة يا زمزم. الإجابة يا زمزم. لا زلنا معك. نعم، الخنساء ماضر بنت الحارث. الخنساء ماضر بنت الحارث. شكرا يا زمزم ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا وسهلا. اسمك الكريم من تكلمنا؟ الله يحييك. بشير بكري من تركيا. بشير بكري من تركيا. حياك الله يا بشير. عرفت الإجابة؟ الله يحييك. الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومتصل أو متصلة، أهلا وسهلا. من معي؟ طيب، قبل أن نأخذ اتصالك عندنا نذكر تفضل مشاهدينا الكرام بأننا لا زلنا في صدد استقبال اتصالاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. نستقبل إجاباتكم فقط عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة عن طريق الواتساب بالاتصالات، ولا نستقبل الإجابات عبر حساباتنا في الفيسبوك أو عبر قناتنا في الفيسبوك. ونذكر أيضا بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. الاتصال جاهز بخير؟ خلاص، هذه الحلقة الأخيرة نقدر نقول بشكل يومي. نعم. هل معنا اتصال؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. من معي؟ أحمد أبو محمد. أحمد أبو محمد، حياك الله. من وين تكلمنا يا أحمد؟ أحييك من السودان. أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا أحمد؟ أهلا بك. نعم، الخنساء إن شاء الله. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب، لعلنا نستقبل اتصال آخر. ألو السلام عليكم. أنا وأختي نبغى نشارك. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من تكلمنا؟ من اسطنبول، ريماس. الاسم مرة ثانية؟ ريماس. ريماس وأختها بيشاركون قالت لك. ما شاء الله، الله يحييكم جميعا. ريماس ريماس ايش طيب؟ حسن. ريماس حسن من اسطنبول. ايش الإجابة يا ريماس؟ الخنساء. الخنساء. وين الاتصال الثاني؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ لينا إسماعيل. لينا إسماعيل من اسطنبول. إيش الإجابة؟ الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومن ريماس ولينا إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. تمام. مخرج زعل علينا استقبلنا اتصالين. معليش عد الحلقة الأخيرة هذه يا سعادة المخرج. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسمك كريم؟ معكم مودة حسين من السودان. مودة حسين من السودان، يا هلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا مودة؟ الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ جودي أحمد. جودي أحمد من جدة أتوقع، صح؟ اسطنبول. من اسطنبول. أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن اسطنبول إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. معك شدن بدري. شدن بدري من جدة. هذه اللي من جدة يا أنس. والله؟ أم بدري، أمنا بدري من جدة. الإجابة السيدة الخنساء رضي الله عنها. السيدة الخنساء رضي الله عنها. شكرا ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن جدة إلى مدينة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. الاسم الكريم من يتكلمون؟ الله يسلمك. أميرة محمد من الرياض. أميرة محمد من الرياض. أهلا ومرحبا. أعطونا الإجابة. الخنساء بنت أخت صخر. الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض. يا هلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا أستاذة فريدة؟ تماضر بنت الحارث رضي الله عنها. تماضر بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ أفنان بياع من الرياض. أهلا ومرحبا يا أفنان. عرفت الإجابة؟ الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لاتصالك يا أفنان وإن شاء الله الفرحة من نصيبك اليوم. متصل أو متصلة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ راوية خليل من السودان. راوية خليل من السودان. يا هلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ نعم الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا يا راوية ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت وضيف آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. أهلا وسهلا. اسمك الكريم من يتكلمنا؟ ليلى يوسف من بريطانيا. أنا قلت تستقبل اتصال أنت يا أبو ليلى. طيب يا ليلى أهلا وسهلا. عرفت الإجابة يا ليلى؟ الواحد ما وده ياخذ إجابة. الخنساء. الخنساء. شكرا يا ليلى ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. تفضل. ومن ليلى إلى صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الاسم الكريم من يتكلمونه؟ إسرار جاسر من تركيا. إسرار جاسر من تركيا. حياكم الله. عرفتم الإجابة؟ أيوة تماضر بنت الحارث الملقبة بالخنساء. تماضر بنت الحارث. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل أو متصلة. ألو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. معنا الخط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. مريم جوهر من الرياض. مريم جوهر من الرياض، يا هلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا مريم؟ أيوة، الشاعرة الخنساء رضي الله عنها. شكرا لكم يا مريم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا اتصال يا مخرج. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. اسمك الكريم، من وين تكلمونا؟ مريم أمين من السودان. مريم أمين من السودان، حياك الله يا مريم. عرفت الإجابة؟ الله يحييك. إيه، الخنساء. الخنساء. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا. اسم الكريم. يقطع مثل هذا يا أبو. وإلى آخر متصلين في هذا البرنامج. ألو السلام عليكم. جود بدري من جدة. جود بدري من جدة، أهلا ومرحبا يا جود. عرفت الإجابة؟ السيدة خنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها. شكرا لاتصالاتكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. سمعنا الأكارم، كان هذا آخر اتصال في برنامجكم وبرنامجنا العزيز، وإلى فاصل قصير ومع فقرة السحب. كونوا على مقربة. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا،
نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. متابعينا مشاهدينا الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإن صقرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وقالت أيضا يؤرقني التذكر حين أمسي فأصبح قد بليت بفرط نكسي. الخنساء تماضر بنت الحارث كانت إجابة الحلقة لهذا اليوم، وجميع الإجابات كانت صحيحة بحول الله وفضله. وصلنا وإياكم إلى السحب والفقرة المرتقبة. أنس دعني قبل لا تسحب السحب الأخير اليوم عندي السحب الأخير وصاحب الجائزة الأخيرة. بسم الله سمها. نعلن الفائز الأخير لهذه الحلقة المباركة. أسأل الله أن يبارك له في هديته. اللهم آمين. خرج إن شاء الله. الفائز معنا عبد الرحمن لهذا اليوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأخت فوزية سعيد من الرياض. تستاهل. ألف مبروك الفوز بجائزة قيمتها $100. الأخت فوزية سعيد، واضح يا مخرج؟ تمام. نبارك لها الفوز بجائزة قيمتها $100. مشاهدينا الكرام، المحطة هذه هي محطة صعبة صراحة، وأنا صراحة من النوعيات اللي ما أحب الوداع لكنني مجبر. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحطة الأخيرة، وهي محطة الوداع. الشكر موصول لكم أنتم على جميع اتصالاتكم وجميع أجوبتكم الصحيحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وشكرا خاص لمخرجنا وسعادة المعد ومالك هذه القناة، وشكرا من أعماق قلبي لمن اصطحبني في هذا البرنامج المبارك، حبيبنا والأخ الغالي عبد الرحمن محي الدين أبو ليلى. شكرا لك يا غالي. الشكر لك يا أنس، ما قصرت على هذا التقديم وهذا الإبداع وهذا التألق الدائم. نكرر أيضا الشكر لغرفة الإخراج كاملة وعلى رأسهم سعادة المخرج، ولا ننسى متابعينا مشاهدينا الأكارم والأعزاء في كل مكان من الشكر الجزيل. مقدما عادت أعيادكم وكل عام وأنتم بخير، وتم الكلام وربنا المعبود وله المحاسن والثناء والجود. نلتقيكم في حلقات قادمة وبرامج قادمة ومناسبات قادمة في حفظ الله ورعايته. هذا محدثكم عبد الرحمن ابن محي الدين يودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم.